السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهارده الفيديو بتاعنا بقى ان شاء الله يعجبكم جدا. بصوا عامله لكم بقى حاجات ايه الجوع اخر الليل كده. انتوا عارفين الشتاء يعني ما شاء الله. آه بصوا بقى ايه هعمل معاكم النهارده عجينه كده، هعمل بيها ميني بيتزا وميني كرواسون. بس طعمها بجد تحفة تحفة. هي عجينة مش زي عجينة البيتزا، مشابهة ليها، بس يعني دي معجونة بلبن ومحطوط لها زبدة وكده. مختلفة شوية عن عجينة البيتزا. بصوا تقدروا تعملوا بيها اي نوع معجنات انتوا عايزينه. بصوا انا حطيت يا حبيبي اول حاجة ايه كوباية حليب، وعليها معلقتين صغيرين خميرة فورية، ومعلقتين صغيرين سكر، ومعلقة صغيرة ملح، وقلبتهم مع بعض وسبتهم لحد ما خمروا. تلاقوهم عاملين فقاقيع كده على الوش، تعرفوا ان الخميرة بتاعتكم يعني كويسة. عشان ساعات بتكون بايظة يعني فهتبوظ العجينة، لازم نختبرها الأول، بالذات في الشتاء. اختبرت الخميرة بقى يعني الحمد لله خمرت. حطيت لها بقى الدقيق 3 كوبايات، حطيت كوباية وقلبت، ورجعت حطيت كوباية، وحطيت الكوباية التالتة وابتديت اعجن بقى. وبعدين حطيت لها معلقة زبدة كبيرة ومعلقتين زيت، وفضلت اعجن فيها لحد ما العجينة بتاعتنا تنعم. اهو بص زي ما انتوا شايفين كده، العجينة بتاعتنا بقت حلوة وناعمة اهي كده. خلاص العجينة بتاعتنا جاهزة. غطيتها بقى وسبتها اختمرت. بصي حجمها تضاعف. دلوقتي بقى هقسمها اتنين، هاخد نص هعمله ميني بيتزا، والنص التاني هعمله ميني كرواسون. بص حطيت بقى على القطاعة كده، حطيت رشة دقيق بسيطة وهفرد عليها العجينة. دي اول حاجة هعمل الميني بيتزا. قطعتها بقى بالقطاعة بتاعة الدوناتس، حتى يعني هتبقى فيها زي خرم كده من النص. بصوا عشان تعرفين ان الدوناتس بيبقى فيها خرم من النص، يعني لو علم كده عادي. كده كده هنحط التوبينج عليها ومش هيكون باين. الصينية بتاعتي دي بقى دهنها دهنة بسيطة زيت، بس عشان ايه يعني الميني بيتزا ما تلزقش. اي معجنات تكونوا حطوها في حاجة لازم تدهن. ده بقى الميني كرواسون هفرد كده على شكل مربع يعني على قد ما اقدر، وبعدين الاطراف هنسويها كده. اي حاجات زيادة كده نقطعها عشان ايه يكون شكلها متساوي. هبتدي بقى اعمل كده مثلثات. هي طلعوا مش متساويين قوي بس عادي هنظبطهم يعني واحنا بنلفهم. بصوا هلف بقى زي ما انتوا شايفين كده. تقدروا بقى تحشوها جبنة، اي نوع جبنة انتوا عايزينه، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي. بصوا اي نوع انتوا عايزينه. وتقدروا طبعا تحشوها شوكولاتة، ممكن مكعبات، ممكن شوكولاتة اللي هي السبريد نوتيلا بقى. يعني هي طبعا البديل النوتيلا عشان مقاطعة. اي نوع بقى انتوا عايزينه تقدروا تحشوها اي حاجة. تقدروا كمان مربى تبقى زي المولتو اللي بنجيبه يعني بيكون محشي مربى. دي بقى ايه صلصة بيتزا كنت عاملاها. كنت حاطة طماطم على النار، ومعاها فص توم يتسلقوا. قطعت الطماطم 4 ارباع، وحطيت معاه فص توم وشوية زيت وشوية ملح وحاجة بسيطة خالص اجينو. وهو البيتزا بيتحط لها زعتر مجفف، انا بصراحة بحب احط لها روزماري. فانت زي ما بتحبوا، حابين تحطوا زعتر حطوا، حابين تحطوا روزماري حطوا، ولو فريش كمان يكون احسن. بيدي تيست كده وطعم حلو قوي للصلصة. حطيت بقى الصلصة الاول وحطيت عليها من فوق ديت بيتزا يعني بالجبنة كده، مش حاطه يعني فراخ ولا لحمة ولا حاجة. حاجة خفيفة كده للعشاء. ما كانش عندي جبنة موتزاريلا، حطيت لها جبنة رومي. حطيت الاول طماطم وفلفل الوان وفلفل حار، وعليهم شوية ملح وفلفل اسود بس عشان يكونوا حايقين، وحطيتهم على البيتزا. وبعدين من فوق جبنة رومي. شايفين بقى واخدة لون كده، وبجد والله كان طعمها تحفة. وبالذات بقى اول ما طلعت من الفرن كده يعني كده، ده كانت قعدت وبردت كده. كنا خلاص يعني ايه بالليل خالص. صورتها بقى ووريتها لكم. لكن اول ما طلعت من الفرن كلت منها بقى واحدة كده، كانت سخنة كانت تحفة. دلوقتي بقى هنعمل كيكة. بصوا تتحضر في 5 دقايق، وما قعدتش والله 10 دقايق على النار. انا عبال ما اكلت كنا بنتغدى يعني وكنت عاملاها. عبال ما اكلت وكده دخلت اشوفها كانت استوت. بصوا حطيت ربع كوباية زيت عليهم 3 معالق كبيرة كاكاو خام. انا مستخدمة كاكاو دي بجد طعمه تحفة يا بنات. وحطيت ربع كوباية حليب وتلت كوباية سكر، وهحط بيضة، وهحط كيس فانيليا. واقلب بقى المكونات السايلة دي مع بعض.
اقلبهم مع بعض كويس قوي بالمضرب كده اليدوي على ايدي. وبعدين انضيف لهم المكونات الجافه. بجد الكيكه جربوا الطريقه دي هشه وطعمها تحفه تحفه. والله ما خدت وقت على النار 10 دقايق كانت استوت، بس طبعا على نار تكون هاديه خالص، ونغطيها بحاجه ونسيبها على النار كده على نار هاديه. هحط بقى دلوقتي 3 معالق كبار دقيق، انا حطيتهم في الكوبايه كده عشان اعرف انخلهم. بصوا كان يعني اقل من نص كوبايه بحاجه بسيطه، يعني ممكن نص معلقه كمان او معلقه يكون نص الكوبايه كده. هنعوز 3 معالق دقيق، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، وربع معلقه بيكنج صودا. بتخلي الكيك الشوكولاته بيكون هش قوي وفلافي كده. نقلب بقى كويس كده بالمضرب وبس. ايه رأيكم بقى؟ بصوا ما كملتش والله 5 دقايق. وهنعمل لها بقى صوص كده بودنج يتحط على الوش تحفة. مسحت بقى الاطراف كده بتاعه الطاسة وحطيتها على النار. هنحضر دلوقتي البودنج بتاعنا. حطيت كوباية حليب، عليها معلقة كبيرة دقيق، وعليها معلقتين كاكاو خام برضو. كانوا ايه اخر شوية في الكيس كده، قلت احطهم كلهم. وحطيت معلقتين سكر عشان هحط مكعب شوكولاتة. الشوكولاتة دي اختياري، عندكم حطوا، ما عندكوش عادي. انا كنت جايبة يعني قالب شوكولاتة كده اللي هو كواليتي تارجت ده. هو ب30 جنيه والله، وهتوع ينفعكم في وصفات كتير. هو ده ب30 جنيه كواليتي تارجت. شوكولات دارك. خدت بس ايه مكعب منه كده، مش مكعب كامل، خدت نصه. هو المكعب كبير، خدت نصه بس. لو عندكم شوكولاته حطوا معلقتين سكر، مفيش شوكولاته حطوا 3 معالق سكر. بصوا المكعب، بصوا خدت ايه نصه يعتبر. وحطيته بقى على البودنج كده وعلى النار، وفضلت اقلب فيه ما تسووش خالص عشان ما يكلكعش. الكيك بقى كان طلع، كان استوى قصدي. وبصوا هش بجد تحفه تحفه. والبودنج كمان كان خلص اهو. الكيك كنت طافيه عليه بقى لي ايه، يعني انا طفيت عليه ورحت عامله البودنج طافيه عليه بقى له يجي 5 دقايق. كان هادي كده يعني، ما كانش سخن قوي، كان هادي. والبودنج عملته ورحت حطاه عليه على طول. بس بقى اسيبها ايه تبرد بقى قبل ما اخلص المواعين بتاعتي واوريكم شكلها. دي بقى المواعين اللي طلعت. كنا اتغدينا وقلت بقى شطه من المطبخ كده، كنا بالليل يعني، احنا بنتغدى متاخر. قلت بقى شطة من المطبخ كده عشان ايه يعني، ابات كده المطبخ يكون نظيف، اقوم الصبح بعمل اكل يكون المطبخ بتاعي رايق. اهم حاجة المطبخ ده يخلص، تقومي تاني يوم تحسي ان انت رايقة كده. لكن لو في مواعين بجد ببقى قايمة شايلة همهم جدا. لسه بقى اغسل مواعين معرفش ايه، ما بعرفش اعمل اكل طول ما المطبخ متبهدل. لازم يكون نضيف ومفيش بصوا اي حاجة في الحوض. والبوتاجاز كمان يكون مغسول. لو متبهدل معرفش اعمل عليه اكل ابدا. بس هخلص بقى ايه المواعين بتاعتي كده واعمل الرخامة والبوتاجاز. ده البوتاجاز بقى، بص البوتاجاز الاسود بجد صعب اوي في التعامل. بخاف احط عليه اي نوع منظف لا يبوظ بصراحة. هو بس صابون والسلكة كده. وبحط شوية فري على كلور. مش اللي هو الكلور بتاع الغسيل ده، لأ. الكلوريكس يعني الابيض وكده، لا فري على كلور اللي هو بيتباع السايب ده يعني. لو تعرفوه بيتباع في الصبانات، في المحل بتاع المنظفات. بس غسلته بقى كده ورجعت الحوامل كانت نظيفة مش محتاجة تتغسل، كنت غسلاها بقالي يومين. يعني انا ايه بحب اغسلها كده على طول عشان ما يتراكمش عليها دهون او حاجة. وغسلت بقى الرخامة كده زي ما انتوا شايفين. عملتها بالسلكة ونشفتها، لازم الرخامات كده تتعامل مع المواعين عشان تكون نظيفة على طول. وبرضه عملت الرخامة التانية بتاعة البار، وعملت الترابيزة والكراسي والفريزر. بحب ألمعهم كده مع المواعين.
بس والرخامة بقى والحوض ديت وايه، وكده نكون خلصنا. انا بقى ايه رحت مسحه المطبخ كده كنسته ومسحته وكنت خلاص خلصت. اهي دي الكيكه بقى، بصوا كانت بردت خالص، والبودنج بقى يعني بقى متماسك كده، ما بقاش صوص. لو انتوا حابين تاكلوه يعني يكون صوص كده، يا عادي ممكن تتاكل دافيه برضو، بيكون طعمها جميل قوي. بصوا بقى شايفين شكلها، الكيك هش وبجد طعمه تحفه، وطعمه غني كده، والصوص طعمه حلو قوي. مكعب الشوكولاته بصراحه اداله طعم جميل. شايفين بقى شكل الكيك عامل ازاي؟ جربوه بجد يعجبكم جدا. نفسكم بقى في حاجه مسكره سريعه كده، بصوا مفيش بقى اسرع من كده. في 5 دقايق و10 دقايق على النار، يعني ربع ساعه يكون ايه خلصت معانا. اتمنى بقى ان طريقتها ايه تكون عجبتكم. بس بقى اوريكم ايه جوله سريعه في المطبخ كده. بصوا بقى ايه راحه نفسيه طول ما المطبخ نضيف كده. بس يا حبيبي ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.